السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل جولة جميلة جدا ومختلفة، ودي كده يعني مقطع بسيط عن الحمام الأولمبي، وإن شاء الله هوريهولكم كله فيديو تاني لأن كان ممنوع التصوير في اليوم ده، فأنا صورت لكم جزء بسيط كده. وهنعمل بقى جولة كبيرة في النادي، وإن شاء الله بعد كده هنعمل فيديو كامل متكامل عن الحمام الأولمبي وطوله وكل حاجة فيه. ده النادي بتاعنا كده. وطبعا انا حبيت اصوره لكم النهارده الجوله مختلفه لانه فاضي، يعني انا كل مره بصوره بيبقى زحمه، لا النهارده فاضي وجميل. اليوم بتاع الجمعيه العموميه ده بيبقى فاضي كده وحلو، وفي يعني والنادي بيبقى بيبرق يعني. تمام، فان شاء الله النهارده ده البول الكبير وريته لكم قبل كده. الناس اللي بتسال والناس اللي بتسال على العضويه كمان، العضويه دلوقتي عدت خالص، بقت 150,000، وفي تقسيط طبعا وفي كل حاجه. ده كده البول الصغير، وهو طبعا بصراحة نادي العبور متنفس رهيب لأهالي العبور. ده الجزء اللي يعتبر جديد وريتهولكوا برضو الجولة اللي فاتت. كده الممشى ده بتاع العجل. شايفين بقى الدخلة جميلة جدا ومميزة جدا، بس هو كانت النافورة مقفولة في اليوم ده. ده كده الفيو من جنبه. النافورة كانت مقفولة لان طبعا كان فيها شوية تعديلات وشوية اصلاحات، لكن لما بتكون مفتوحة بتبقى بصراحة مديه المكان بهجة رهيبة. والمكان ده فيه خدماته كلها بقى، ومحلات الزلابية والحمامات، وبيبقى فيه شاشات لو فيه ماتش مهم او كده. بصوا المنظر تحفة ازاي، جميل. المكان ده بيبقى اكتر مكان زحمة لان هو مفهوش بسين، فيه بقى الناس اللي قاعدة اللي معاش اطفال صغيرة، بيبقى مميز يعني. يعني انا مش هتكلم كتير، انتوا هتتفرجوا بنفسكم، يعني انا بعمل لكم جولات متتالية ومن تطور لتطور، يعني انتي بتشوفي الجولة بتلاقي تطور فيها عن الجولة اللي قبلها. تمام، هنظبط الدنيا كده. دي الملاهي التانية، دي الملاهي التانية، وهنا جنبها زي ما قلت لكم النافورة، وهي كانت فاضية. لما بتبقى بتولع بتعمل الوان طيف، بيبقى شكلها جميل جدا وكيوت جدا يعني. ده المرشد السياحي. كده احنا لسه مخلصناش المكان اللي هو الجديد اللي هو فيه الملاهي الجديدة، وفي جنبه على طول بقى هنروح دلوقتي على جزيرة الشاي، وهوريكم برضو النافورة التانية اللي هي في دخلة النادي لما اشتغلت بقت عاملة ازاي، شكلها جميل جدا ولذيذ جدا. وطبعا في المبنى الاجتماعي في كل حاجة، وفي استعارة كتب، وفي الألعاب والبلياردو، في كل اللي انت عايزاه. دي كده جزيرة الشاي، دي بقى تعتبر في اول النادي، وكنت مصورها لكم قبل كده النادي من اوله، من الدخله ومن البوابه وكل حاجه في الجوله القديمه، اللي ما شافهاش يعني. هنخش بقى دلوقتي كده على النافوره اللي بقولكوا عليها، وهي حواليها شكل جميل جدا وكانت مفتوحه وهنا الانشطه الرياضيه في النادي مميزه بصراحه جدا يعني. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتراك للقناه لو وصلت لحد هنا من الفيديو. وادي النافوره بتاعتنا اهي، وهي مميزه جدا في داخله النادي بعد الباركنج على طول وبعد الجامع، وبعدها على طول بيبقى فيه المبنى الاجتماعي اللي فيه كل الانشطه الرياضيه. كل ما بتغيبي وترجعي بصراحه بتلاقي تطور جديد في النادي، هو مساحته عملاقه، فبالتالي بيسمح بالتطور وبيسمح ان انت تعملي منشآت جديده. يبقى المرة الجاية ان شاء الله الجيم، هنصور مبنى الجيم وهنصور الحمام الاولمبي الجديد، بصراحة مصروف عليه ملايين، ألوفات يعني.
هنا كده بقى منطقة الملاهي، بس دي طبعا الملاهي في ملاهي مجانية، ودي الملاهي بقى اللي هي بفلوس. واللعبة هنا ب10 جنيه. فيها بصراحة حاجات جميلة جدا، كل حاجة يعني. هنا طبعا دي حاجات جديدة وهيعملوا. طبعا دي بقى منطقة الملاعب، دي منطقة الملاعب برضو بقى مساحات رهيبة وملاعب كل الألعاب اللي تتخيليها. كرة القدم دي كذا ملعب، والطايرة وكرة اليد، كل حاجة بجد. نادي متكامل. سيبكم بقى تتفرجوا كده، ولما يكون في حاجة مهمة هقولها. ماشي كده النادي بتاعنا كله بتفاصيله. ودي العربية دي طبعا للناس الكبيرة يعني اللي بيبقى مسنة يعني. هنا كده الدخلة دي بتدخلك على حمام السباحة بعد الملاهي القديمة اللي انا وريتها لكم قبل كده. دي بقى بتدخلك على حمام السباحة في الشمس. الشمس تبقى ضرب. بقول لك يا سندي جرب اللي هي الزحلقه اللي هي بيقولي لي ودي الملاهي برضو من بعيد كده. وهنا ده المبنى بتاع الجيم. وهنا المكان ده جديد برضو يعتبر، كان فيه شالوا حاجات وجددوا حاجات. قصاده برضو الناس اللي بتتدرب بتقعدي بتتفرجي على اللي انت عايزه تتفرجي عليه بس. والنادي جميل جدا. شوفوا بقى معايا كده الوسع وكمية الملاعب رهيبة بجد بجد.